أهلا بيكم كل متابعي قناة سكر جوه، يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. ماما بتصرخ في البيت على طول. بصي بقى يا ست الكل، هقولك على شوية نصايح علشان تبطلي صريخ وعشان ابنك يسمع الكلام. مش دي شكوتك دايما؟ لو بتنادي على ابنك مرة اتنين وتلاتة وبعدين هو مش منتبه وبعدين تقعدي تصرخي فيقوم على طول، اتأكدي انه مش هيقوم كده غير كل مرة ما هتصرخي، وهتبقى دي مسألة تعود. تصرخي اقوم، تصرخي ارد عليكي. ما تتعوديش على الصريخ وما تعوديهمش على الصريخ. قومي خدي منه الحاجة اللي مشغول بيها وامسكيها في ايدك وكلميه عينك في عينه وقوليله مش بترد على ماما ليه. اتفقي معاه ان الحاجة اللي هينشغل بيها وما يردش عليكي هتتشال منه فورا. لو تلفزيون هيتقفل، لو الموبايل هيتشال من ايده، لو لعبة هتتشال فورا. هنعمل كده بهدوء بدون عصبية من غير صريخ. ما تعودهمش على الصريخ لانك هتقضي حياتك بعد كده كلها في الصريخ، وكمان هو هيكتسب منك مهارة الصريخ بعد كده، وهتيجي تشتكي من عصبيته وصريخه وهتتلف أعصابك لأن صوته هيبقى أقوى منك في مرحلة إن انتي بتكبري في السن ومش طايقة الصوت العالي ومش هتقدري توقفي. يا إما هيكتسب بقى البلادة والتناحة واللامبالاة عشان يغيظك أكتر ويستمتع وانتي بتصرخي أكتر وأكتر، وهو مبسوط انه عرف يضغط عليكي ويوصلك تصرخي. علشان كده بلاش تصرخي. لكل ام، انتي بطلة، انتي قوية، انتي دكتورة ولادك، وانتي كل حاجة بالنسبة لولادك. ربنا معانا في المجهود الجبار اللي بنعمله عشان ولادنا يبقوا احسن حاجة. والى اللقاء في حلقة جديدة وفيديو جديد، ويا ريت تعملوا لنا لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الأمهات ويبطلوا الصريخ. لو أول مرة تشوف القناة تشرفنا بعمل سبسكرايب. مع السلامة.